العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنفيذ برامج فاعلة في الصحة والتعليم في القاش في أقليم عنسبة. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث التنمية مع السكان. ماكرون يؤكد للدبيبة ضمان فرنسا سيادة ليبيا. الصين تجري محادثات اقتصادية مع مسؤولين أمريكيين. وزارة الدفاع في فنزويلا تعلن استعادة 8 جنود أسروا بكولومبيا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 2 يونيو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والقشبركة وعنسبة والجنوبي أظهرت إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 13 من الإصابات في أسمر بالأقليم الأوسط، و10 في أقليم القشبركة، 4 في أم حجر، و3 في أديبرة، و2 في علي قدر، و1 في تسني، و3 إصابات كورونا في كرن بأقليم عنسبة، وإصابتان في الأقليم الجنوبي، 1 في دق محريه، و1 في مندفرة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4145، شفي منهم 3855 وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 276 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 2 يونيو 2021. تساهم البرامج المنفذة لتطوير مجال الصحة والتعليم بالقدرات البشرية والتجهيزات والبنية التحتية نتائج مرضية لضمان الصحة العامة والمشاركة في التعليم. وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كساتي برهان سلمون أن المؤسسات الصحية ازدادت بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 37 مؤسسة صحية بعد أن كانت قبل الاستقلال 7 فقط، وبالتزامن تطورت الخدمات الصحية. وذكر ازدياد الكادر الصحي كما ونوعا مع توسع الخدمات الصحية ليصل من 150 إلى 1060، إضافة إلى ارتفاع عدد أطباء الأسنان والعيون والأطباء النفسيين والتخصصات الأخرى. وأشار إلى تدريب أكثر من 270 من وكلاء الصحة في الريف لتقديم الدعم الصحي لمواطنين البعيدين لمسافة أكثر من 10 كيلومترات من المؤسسات الصحية. من جانبه أوضح مدير مكتب وزارة التعليم في أقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن المؤسسات التعليمية ازدادت في خلال 30 سنة من 34 مدرسة إلى 330 مدرسة من رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية في 9 مديريات بالأقليم، إضافة إلى التعليم غير المنتظم كبرنامج عريوت التعليمي وتعليم الكبار والتعليم المسائي لفتح فرص تعليم إضافي لمواطنين. وذكر منح الاهتمام التعليمي الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الصم والإعاقات الجسدية والذهنية. ويوجد في أقليم عنسبة 86,507 طالب، منهم 6,233 طالب في رياض الأطفال، و50,000 طالب في المرحلة الابتدائية، و24,000 في المرحلة المتوسطة، و7,500 في المرحلة الثانوية. التقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مدراء الضواحي ولجان القرى ومسؤولي المجموعات، وبحث تنفيذ برامج التنمية والمشاركة الشعبية. وقال السفير محمد سعيد في اللقاءات التي جرت في مدينة عصب وطيعو وعدي إن البرامج التي تنفذ بالمشاركة الشعبية ناجحة دوما، وإن البرامج المنفذة في 30 سنة الماضية نتاج ذلك.
وقدم شرحا موسعا حول فرص وتحديات المرحلة الجديدة، وقال إن المرحلة تطلب بذل الجهد الجبار لتفعيل البرامج الوطنية الكبيرة وتحقيق الرؤية الوطنية بتعزيز المشاركة القوية للشعب. وأشاد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي بالمشاركة الشعبية في أعمال إرساء الخدمات الاجتماعية وخاصة مياه الشرب ومؤسسات التعليم والصحة والطرق الفرعية وغيرها، مشددا على ضرورة مواصلة المشاركة لتوسيع الخدمات وبناء الجديدة. وأكد على تنمية القدرات البشرية لتقديم الإدارات على مختلف المستويات العمل والخدمات الجيدة. وأوصى المجتمعون على توفير خدمات الاتصالات في المديريات التي ليس لها حل ونقص المواصلات في المديريات لتنفيذ فاعل للمشاركة. دشنت مدرستين ابتدائيتين في أقمايت وأكايداي بمديرية كركبت، شيدت بتعاون قسم التنمية المعمارية في إقليم القاش بركة ووحدات حرس الحدود ووزارة التعليم والسكان. حضر مراسم التدشين التي جرت يوم 27 من مايو المنصرم حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد القيادة الشمالية الغربية لحرس الحدود العقيد يوناس بوتأملاخ ومسؤولون آخرون. وقال السيد عمر محمد طاهر من أعيان قرية عد شيخ في مراسم التدشين التي جرت في أقمايت إن بناء المدارس يعكس الاهتمام الحكومي بالريف النائي وتفتح باب التطور لمنطقتهم. وأوضح المشرف التربوي لمدارس أقمايت الأستاذ صالح محمد أن الأنشطة التعليمية للكبار والصغار ظلت تقدم في الرواكب في أقمايت وأكايداي وهريرب وأتاي بالتعاون مع أعضاء حرس الحدود، وأن المدارس الجديدة المشيدة ستسهم لنتائج نوعية في العملية التعليمية. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي إن الأنشطة التنموية والخدماتية الجارية في أقمايت وضواحيها تظهر تقدم برامج العدالة الاجتماعية، داعيا للعمل الجاد لتعزيز مشاركة الجنسين في التعليم. وقدمت في المناسبة الجوائز والتشجيع من مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة للطلاب المتفوقين. شهدت الخدمات الاجتماعية في مديرية شعب في سنوات الاستقلال تطورا ملحوظا. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد جابر محمد نور ازدياد مستمر للمؤسسات الخدمية، حيث بلغ عدد المدارس حاليا 23 مدرسة و4 مؤسسات صحية. وأشار إلى إرساء البنية التحتية لخدمات المواصلات والاتصالات وطريق قحتيلي شعب أفعبت ومد أنابيب المياه إلى المؤسسات الحكومية والمشاريع وإقامة مشروعين زراعيين في لابا وماي أولي. ويقطن مديرية شعب أكثر من 54 ألف مواطن. تلقى 100 شاب من مديرية عالدخالة دورة تدريبية مهنية لمدة شهرين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد جمال نور في مراسم التخريج أن التدريب مواصلة لجهود بناء قدرات الشباب. من جانبه أشاد مدير مديرية عالدخالة السيد عند مسقل أدحنوم بمبادرة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنمية قدرات الشباب، داعيا المتدربين للاستفادة من الفرصة جيدا. وقدمت في المناسبة جائزة عندو ماسو للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تضمن السيادة في ليبيا وتعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول المرحلة الانتقالية.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة دعم بلاده للسلطات المؤقتة في ليبيا نحو تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة. يذكر أن الدبيبة اجتمع مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في وقت سابق وبحث معها متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا. وتم أيضا بحث تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية. وأكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وكذلك أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية. تبادل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خيه الآراء مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مكالمة افتراضية الثانية خلال أسبوع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في ظل إدارة بايدن الأمريكية. وتأتي مشاركة الصين المتزايدة بين رؤساء التجارة والاقتصاد لأكبر اقتصاد في العالم منذ أن تولى جو بايدن منصبه في يناير، في الوقت الذي تنتقد فيه الإدارة الأمريكية بكين وتسعى إلى حشد الدول الغنية الأخرى لتشكيل جبهة موحدة بشأن الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الجانبين أجريا في مكالمة الفيديو التي أجراها ليو مع يلين تبادلت مكثفة حول وضع الاقتصاد الكلي والتعاون الثنائي والممتد والمتعدد الأطراف. وتجري إدارة بايدن مراجعة لسياسة التجارة بين الولايات المتحدة والصين قبل انتهاء صلاحية اتفاق المرحلة الأولى في نهاية عام 2021. أعلنت وزارة الدفاع في فنزويلا استعادة 8 جنود خطفتهم مجموعات كولومبية مسلحة غير شرعية في عملية عسكرية وهم في أمان الآن، وذلك بعد عملية شنتها القوات المسلحة الفنزويلية حسب ما قالت قناة فنزويلية. وأشارت القناة إلى أن الجماعات الكولومبية المسلحة أسرت 8 جنود قبل شهر أثناء المعارك التي كانت في المنطقة الحدودية لولاية أبوري، والتي أدت أيضا إلى نزوح آلاف المدنيين الذين هربوا إلى كولومبيا. وكانت مصادر أمنية كولومبية قد أشارت إلى أن منفذي العملية هم على الأرجح منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك التي تم حلها، وهو احتمال لم يستبعده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وكان مادورو يصف الجماعات التي يحاربها الجيش الفنزويلي على الحدود الكولومبية بأنها إرهابية. وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي أنه سينشئ منطقة دفاع خاصة لضمان سلامة ووحدة أراضي فنزويلا في مواجهة خطة إمبراطورية لبلقنة الدولة التي تروج لها الولايات المتحدة. والخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت الصين لإنجاز نووي غير مسبوق بفضل مفاعل الشمس الاصطناعي النووي الذي طورته أصبح مستخدما حول العالم. ويعد جهاز توكاماك التجريبي الصيني للتوصيل الفائق واحدا من أبرز أجهزة أبحاث الاندماج النووي التي تعمل في جميع أنحاء العالم. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية بدأت تتخذ خطوات مبهرة إلى الأمام. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية الآن أن العلماء الذين يعملون في المشروع قد حققوا رقما قياسيا عالميا جديدا من خلال الاحتفاظ ببلازما بحرارة 120 مليون درجة مئوية لمدة 101 ثانية في أحدث جولة من تجاربهم، مما يقربهم من الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في الطاقة النظيفة وغير المحدودة.
وتكمن الفكرة وراء أبحاث الاندماج النووي في إعادة إنشاء العملية التي تستخدمها الشمس كإنتاج كميات هائلة من الطاقة، حيث تتحد الحرارة الشديدة والضغط لإنتاج بلازما تندمج فيها النووي الذرية بسرعات لا تصدق. ويعمل العلماء مع مجموعة من الأجهزة التجريبية لدراسة ردود الفعل هذه هنا على الأرض، ويعتبر الخبراء جهاز التوكاماك الأكثر فعالية لتحقيق ذلك. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمتها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. لكن قبل أن أختم النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنفيذ برامج فاعلة في الصحة والتعليم في أقليم عنسبح. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث التنمية مع السكان. ماكرون يؤكد للدبيبة ضمان فرنسا سيادة ليبيا. الصين تجري محادثات اقتصادية مع مسؤولين أمريكيين. ووزارة الدفاع في فنزويلا تعلن استعادة 8 جنود أسروا بكولومبيا.